سياده اللواء فتحي بلبل، مدير عام النادي الاسماعيلي او مدير التنفيذي النادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في مكان الحلم، حلم النادي الاسماعيلي في النادي النخيل، والشغل الفعلي بدأ. انا هسيب حضرتك تحكي لنا عن التفاصيل كلها من والى. ورانا الشغل في الحقيقه انا يمكن مش عايز اقول اسعد، لكن عايز اقول من اسعد الناس، من اسعد شعب اسماعيليه اللي بيحصل النهارده. بالحق انا وعدت، مجلس الاداره وعد، وابتدى الوعد يتحقق، الحلم ابتدى يتحقق. احنا النهارده ابتدينا في اول حاجه اللي هو المبنى الاداري الخاص بالانشطه، المبنى الاداري الخاص بالنادي نفسه، كموظفين اقسام وخلافه. ان شاء الله خلال ايام بسيطه نبتدي في الملاعب، نصف الملعب، لان ان شاء الله يبقى لجنه الفتح المالي او لجنه البت النهائي كل يوم الاثنين في الشهر، يوم 4 5 بنبتدي ان شاء الله نشتغل في الملاعب، وفي نفس الوقت نبتدي نطرح باقي الوحدات المطلوبه زي الصاله المغطاه وزي حمام السباحه الاولمبي، زي حمام سباحه الاطفال، والكافتريات وخلافه. انا بهني شعب اسماعيليه النهارده يوم تاريخي حقيقي في حياتي انا الشخصيه، ان احنا بنحقق حلم شعب اسماعيليه. بيتهيألي في حياه مجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي هيحقق حلم لجمهور النادي الاسماعيلي. انا بوجه شكري لثلاث جهات. الجهه الاولانيه سياده المحافظ، انا بشكره جدا على وقفته معانا ودعمه على فكره جدا في كل وعوده. بشكر الدكتور عادل رضوان مدير عام الشباب والرياضه، الراجل بيبذل جهد رهيب معايا. وبعدين بشكر اخواتي وحبايبي الناس ثقتهم فيا كانت كبيره وفوضوني ودعموني معايا عشان نحقق النادي الاسماعيلي. يليق باسم وخلال سنه النادي كامل ان شاء الله. بس سياده اللواء، ورانا المكان الفخري ده اللي مليان ميه ده مكان عملي صح؟ تمام. المبنى ده هيكون واخد جزء جهه الملاعب هي اللي احنا واقفين عليه ده الملعب هيبقى مفتوح الملاعب اللي هي اداره الانشطه، والجزء الثاني اللي هو الظهر هيكون للاداره بتاعه النادي من اقسام حسابات شنو عاملين وشنو عضويه والكلام ده كله، مخازن وكده. طيب المبنى كام دور؟ هيبقى دور ارضي، هيبقى تحت ناحيه الملاعب هيبقى هو غرف خلع ملابس وحمامات، دول فوق مكاتب. الجهه الثانيه هيكون تحت حمامات، جزء حمامات وجزء ثاني مكاتب وفوق مكاتب، وفوقهم هيكون صاله صاله افراح او اعياد ميلاد مصغره، يعني مساحتها هتبقى 12 في 30 تقريبا، هتبقى على شكل جمالي بدون اعمده وخلافه ونفس طيب انا شفت حضرتك مع المهندس الاستشاري هناك عند المبنى اللي هو ورا ده، حضرتك يمكن كنت هناك وقعدتوا تتكلموا على حمامات السباحه. هو فعلا في النادي حمام سباحه اطفال او هو هناك ورا اشبال هنستغله ونوضبه، وهنستغل المبنى الثاني عشان نعمل فيه اطفال، هو على مسافه 60 سم تقريبا، وهيكون جنبهم او قدامهم على السور اللي هو الصاله المغطاه. الصاله المغطاه دي يا جماعه مهمه جدا، لان احنا تبقى صاله مغطاه متعدده اللعبات، يعني طايره وسله وهاندبول خماسي ويد كل الالعاب. ايوه بالظبط، عشان المسابقات وخلافه. وجنبيها صاله سكواش، وفي الجهه الثانيه هيكون الحمامات اللي هو ورا ده هيبقى حمام السباحه الاولمبي، هيبقى في حمام سباحه اولمبي تقام فيه المسابقات الدوليه وخلافه. وبعدين مبنى رئيسي اداره وكافتريات يعني. طيب كلمه اخيره بقى توجهها لشعب اسماعيليه في اليوم ده. اقول لكم مبروك مبروك. انا وفيت ومجلس الاداره وعد، ووفينا ووعدنا او ابتدينا، وان شاء الله خلال شهور بسيطه هنكمل لكم النادي اللي هو بتحلموا بيه زي ما احنا بيه. ساعدونا وقفوا معانا وشجعونا، واحنا ولادكم واخواتكم وابهاتكم وتحت امركم وفي خدمتكم ان شاء الله. واحنا يا فندم هنكون معاك في كل مرحله ان شاء الله، عشان الجمهور النادي الاسماعيلي يتابع العمل اول باول. اتمنى لك التوفيق يا فندم، والمجلس الاداره والشعب الاسماعيلي. اشكرك جدا.